اكتفى المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 عاما بإنجاز ربع النهائي كأس العالم المقامة بإندونيسيا عقب الخسارة 1-0 أمام مالي زوال اليوم السبت على أرضية ملعب ماناهان بمدينة سوراكارتا. وغادر الأشبال مونديال إندونيسيا برأس مرفوع بعد بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم المغربية، وبعد مستوى قوي قدم إشارات قوية ومطمئنة على مستقبل الأسود. وفي مواجهة مالي أجرى الناخب الوطني سعيد شيبان تغييرين على التشكيل الأساسي الذي خاض به مباراة ثمن النهائي ضد إيران، بإشراك المدافع اسماعيل بختي مكان نوفل الحناش المصاب في خط الدفاع، إلى جانب عبد الحميد، آيت بودلال، حمزة كوتون، فؤاد الزهواني، كما فضلوا البدء بمهدي أكومي مكان محمد كتيبة في وسط الملعب، رفقة الثنائي عبد الحميد معالي وأيوب شيخون، فيما حافظ على ثلاثي الخط الأمامي محمد حموني، سيف الدين شلاغمو، أنس علوي، وطه بن جوزيل في حراسة المرمى. وبغت الأشبال منتخب مالي باندفاع هجومي مع انطلاقة الجولة الأولى، إذ حاول سعيد شيبان خلط أوراق المدرب سومايلا كوليبالي بضغط عال في أول 10 دقائق من المواجهة. وسرعان ما انبسط لاعبو مالي سيطرتهم على مجريات المباراة وضغطوا على دفاعات النخبة الوطنية، فأنقذ بن غوزيل شباكه من هدف محقق في الدقيقة 7 من تسديدة قوية قريبة من المرمى لإبراهيم كاناتي. وعاد الحارس المغربي للتألق من جديد بصد تسديدة أخرى من داخل منطقة المرمى لأنجي مارسيال في الدقيقة 11. وتحمل الدفاع المغربي عباء دقائق الجولة الأولى سيما في الجهة اليسرى لدفاع الأشبال، وكان الماليون قريبين من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 27 بعد سوء تفاهم بين بن جوزيل وآيت بودلال قبل تدخل سيف الدين شلاغمو لإبعاد كرة متجهة إلى الشباك الفارغة. وتألق بن جوزيل مجددا في الذود عن نظافة شباكه بعد ما تصدى ببراعة لتسديدة قوية منخفضة في الدقيقة 38، وانتظر المنتخب المغربي حتى الدقيقة 47 لتهديد مرمى الحارس بوراما كوني بتسديدة قوية لعبد الحميد معالي مرت قريبة من القائم الأيمن. مطلع الجولة الثانية أجرى سعيد شيبان تغييرين قلب بهما الطاولة على المنتخب الإيراني في ثمن النهائي، فأدخل أيمن الناير ونسيم عزوزي مكان شيخون والعلوي بحثا عن الخطورة الهجومية التي افتقدتها الكتيبة المغربية في الشوط الأول، وأهدر الناير بغرابة فرصة هدف في الدقيقة 55 بعد مجهود كبير للحموني توغل على إثره داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، لكن البديل تباطأ وفسح المجال أمام مدافعي مالي لافتكاك الكرة وإبعاد الخطورة. دقيقة بعد ذلك رد النسور بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء صدها بن جوزيل على دفعتين في الدقيقة 56، وكان الأشبال قريبين من هز الشباك في الدقيقة 68 بعد تمريرة فوق طبق من ذهب من الحموني صوب الناير الذي راوغ الحارس، لكن تمريرته لم تجد من يتابعها في الشباك الفارغة. أمام التراجع المالي والمد الهجومي المغربي عمد الناخب الوطني إلى تغيير إضافي بإدخال آدام بوفندار مكان أكومي في الدقيقة 61 لتعزيز سيطرته على معركة وسط الملعب، بيد أن كتيبة المدرب سومايلا كوليبالي عادت للضغط على مرمى الأشبال، وكانت قريبة من بلوغ مرادها في الدقيقة 62 لولا تدخل حمزة كوتون للتصدي بجسمه لكرة كانت متجهة إلى الشباك الفارغة. وفي وقت كانت الكرة متمركزة في خط الوسط خطف إبراهيم ديارا هدفا قاتلا لمنتخب بلاده من هجمة مرتدة في الدقيقة 81 بعد خطأ في التغطية الدفاعية دفع الأشبال ثمنه غاليا، وحاولت الكتيبة المغربية جاهدة تسجيل هدف التعادل فيما تبقى من دقائق المباراة، بيد أن كل محاولاتها تكسرت أمام الجدار الدفاعي الصلب لمنتخب مالي الذي اكتفى بالدفاع حتى صافرة نهاية اللقاء بتأهيله لمواجهة فرنسا في نصف النهائي.